أهلا بيكم يا جماعة. في الألماني ساعات كلمة صغيرة قوي ممكن تغير معنى العلاقة كلها، وكتير مننا بيتلخبط بين كلمتين بالذات ستيف وشفيجا. في الشرح السريع ده هنفك اللغز ده سوا وبطريقة بسيطة جدا مش هتخلوكم تنسوها تاني أبدا. يعني لو بيجي في بالكم سؤال زي طيب أقول إيه على زوجة أبويا أو والدة مراتي، يبقى أنتوا في المكان الصح بالظبط. في الكام دقيقة اللي جايين دول هنخلي الموضوع ده واضح زي الشمس. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول من الحل بتاعنا، عائلة شتيف. المقطع ده هو المفتاح الأول اللي هيفتح لنا فهم مجموعة كاملة من العلاقات العائلية في اللغة الألمانية. بصوا، كلمة شتيف دي معناها بكل بساطة بديل، زي ما بنقول في الإنجليزي step. يعني إيه؟ يعني بنتكلم عن علاقة قرابة مش عن طريق الدم، لا دي بتيجي بسبب إن الأب أو الأم اتجوزوا تاني. هي دي النقطة كلها، ولازم تفضل في بالنا. الموضوع سهل جدا، كأنه معادلة بسيطة قوي. بناخد الكلمة اللي نعرفها زي مثلا فاتر اللي هي أب، ونحط قبلها شتيف فتبقى على طول شتيف فاتر اللي هو زوج الأم. ونفس الكلام بالظبط مع موتر أم، تبقى شتيف موتر زوجة الأب، وهكذا بقى مع الأخ والأخت. وعلشان الصورة توضح أكتر خلونا نشوف المثال ده. الجملة بتقول Mein Vater hat meine Stiefmutter vor 5 Jahren geheiratet. ترجمتها: والدي اتجوز زوجته الجديدة من 5 سنين. هنا زوجته الجديدة دي هي الشتيف موتة بالنسبة للأولاد. شايفين لما بتتحط في جملة بيبقى معناها منطقي إزاي؟ تمام كده؟ حلو قوي. بما إننا فهمنا الجزء الأول فصدقوني الجزء التاني ده هيبقى أسهل بكتير. يلا نشوف إزاي نفس الفكرة البسيطة دي هتتكرر معانا في عائلة شفيجر. طيب مقطع شفيجر بقى بيوصف أنهي نوع من القرايب؟ ده بيوصف القرايب اللي بيجوا بسبب جوازنا إحنا، يعني أهل الزوج أو أهل الزوجة. ببساطة كده هم القرايب بالقانون، هي دي عائلة الشفيجر. مرة تانية نفس اللعبة بالظبط. كلمة إلتن يعني الوالدين، نحط قبلها شفيجة هتبقى شفيجة إلتن اللي هم الحما والحما. طيب فاتا أب يبقى شفيجة فاتا اللي هو الحما، وحتى الصون ابن بيبقى شفيجة زون اللي هو زوج البنت. الموضوع ماشي بنفس الطريقة. وده مثالي تاني عشان نثبت المعلومة. Meine Schwiegereltern wohnen in einem anderen Land. والترجمة: حمايا وحماتي عايشين في بلد تانية. هنا استخدمنا شويجريلتان عشان نوصف والدين شريك الحياة. ممتاز جدا. دلوقتي بعد ما فهمنا كل نوع لوحده، جه وقت الخلاصة بقى، الزتونة كلها. ده هو المفتاح السحري اللي هيضمن إننا من هنا ورايح مش هنتلخبط فيهم تاني أبداً. بص بقى، دي أهم حتة في الشرح كله. الفرق كله في السبب. شتيف بنستخدمها لما تكون القرابة دي سببها إن الأب أو الأم هم اللي اتجوزوا، إنما شفيجر بنستخدمها لما تكون القرابة سببها جوازنا إحنا. بس كده. لو المعلومتين دول فضلوا في دماغنا مستحيل نتلخبط تاني. وألف مبروك، دلوقتي أي حد فينا يقدر يوصف علاقاته العائلية المعقدة دي بالألماني بكل ثقة ومن غير أي تفكير أو لخبطة. الموضوع طلع بسيط أهو، صح؟ لو الشرح ده كان مفيد ليكم ما تنسوش تدعمونا بلايك على الفيديو وتشتركوا في القناة عشان كل الدروس الجديدة توصلكم أول بأول. شكراً جداً ليكم وأشوفكم في الشرح اللي جاي.